السلام عليكم، يسعد مساكم جميعا، بتمناكم تكونوا بخير. طبعا عارفين طالت الغيبة بسبب المشاغل والحياة. مهم، اليوم الفيديو اللي رجعت فيه صراحة والله ما كنت حابب أعلق عليه، لكن في تصريحات مستفزة جدا. في المقابل كان في تصريحات جريئة من الإعلام المصري. اللي استفزني طبعا الموضوع اللي حنتكلم عنه هو صفعة الشحات، حسين الشحات لاعب نادي الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، والأهلي طبعا خسر 3-0. الأهلي طبعا يعني دائما لازم يفوز في المباريات، فإنه يخسر فهذا أمر غير عادي ولا يتقبله. يعني ما كل الأندية العالمية بتنغلب عادي، الأمر طبيعي جدا. فالمهم يعني فقام هذا اللاعب حسين الشحات بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي، وأمام الملأ قام بصفعه، وبعديها حاول انه يصلح الغلط بانه يعتذر له في غرفة الملابس. طبعا اجراءات قانونية لازم تتخذ من قبل اتحاد الكرة المصري. الاهلي طبعا غرم الشحات 5 مليون ولا 6 مليون، ولكن هذا غير كافي، غير كافي. الموضوع المستفز طبعا الحادثة عملت ترند في مصر، ودخلوا كل الأندية المصرية على الموضوع، يعني سواء نادي الزمالك ولا كل الأندية يعني شاركت بالموضوع وعبرت عن رأيها. طبعا أغلب أخوتنا المصريين رفضوا هذا التعدي من حسين الشحات على اللاعب المغربي في نادي بيراميدز، رفضوا رفضا قاطعا. في من قام بالطبطبة على حسين الشحات، وفي من خلال تصريحات استفز المغاربة. أكيد يعني احنا بدناش نحاول نأجج الأمور أو نعمل صراع، ولكن احنا بنتكلم من مبدأ الأخلاق. يعني كيف ما بيتكلموا عن النادي الأهلي، يعني المبادئ والأخلاق والشيم إلى آخره، ولكن هذا بأكد على أنه هذا اللاعب حسين الشحات يعني قام بفعل شنيع جدا، حتى لو كان يعني على لاعب مصري مش فقط على لاعب مغربي. ونرفض دائما التعدي على أي لاعب كان، لأنه كرة القدم ما هي إلا روح رياضية فيها المحبة وفيها الاحترام. لأنه أنت يعني بتعرض صورتك لملايين من الناس سواء داخل مصر أو خارج مصر، وبتعرفوا أنتوا زمالك وأهلي في لهم يعني قاعدة جماهيرية كبيرة. المهم عشان ما نطولش في الفيديو اللي استفزني لواحد اسمه معتز إينو. هذا طبعا كان لاعب في نادي الزمالك وبعديها انتقل إلى نادي الأهلي. طبعا من هنا بتعرف انه يعني خاصة انه في تنافس كبير ما بين الزمالك والاهلي، فلما واحد يكون لاعب في الزمالك وينتقل للاهلي بتحس انه ما عندوش مبدأ، يعني بغض النظر عن الفلوس الى اخره. مهم، فهذا معتز إينو دائما يعني هو تصريحاته طبعا مثيرة جدا ومستفزة، يعني مكروه هو صراحة. ولكن خلينا نشوف شو كان تعليقه على هاي الواقعة اللي صارت بين حسين الشحات ومحمد الشيبي. خلينا نشوف بالله شو قال ونحاول نعلق على كلامه. تضحك على ايه؟ بس هقول لك على حاجه بصراحه، يعني هو حسين غلطان في كل حاجه، بس القلم مكيف. طريقه القلم وطريقه ايد حسين. بس ده الكلام طب ده غلط اهو. لا اهو انا بتكلم لا على ينفع. الطريقه. لا بس عايز اقول لك على حاجه، لا هو عينه. برضو قلل، عينه هو مش قلل من عينه جمهور اللي- الاهلي يا احمد. مش احنا اللي نقول كده، قلل عينه. جمهور الاهلي. احنا مش نهاجمه انت كده، لا. عينه، مش احنا اللي نقول انا كده. بتكلم على الطريقه. لا احنا نهاجم طريقة. الشيبي جمهور النادي الاهلي يتعاقب. يقدر ازاي يرد بالظبط. ويقدر ازاي لا، مش يعني احنا اللي معلش نرد هو الكلام ده. هو يعني عيب اصلا لا، الشيبي اللي معلش. يعمل كده يا احمد. على عينه. بص والشحات غلطان، انا بقول لك، انا كابتن، بتكلم كابتن. على الطريقه لا، لا، بس. لا. الطريقه تضحك. كابتن لو 1000 لعيب زي الشيبي عمل الحركه ديت لجمهور النادي الاهلي
ما يفرقش مع جمهور الاهلي في اي حاجه. انا بالظبط. معاك، يظل جمهور الاهلي جمهور عظيم. انا معاك. وده لاعب واخطا، وحسين واتحاد ات- الكوره إيه- رابطه انديه لجنه المسابقات تدي للشيبي يعاقبوه. حقه. يعاقبوه. انما ان انت يا كابتن خلي بالك تقول حسين لما إن- راح له كده اكيد كمان قال له حاجه بالبق. كابتن بس احنا برضو مش معاهم بس برضو يا بس احمد. بس انت ما تقولش كراجل نجم كبير. انا بتكلم الطريقه، شكله وهو بيضرب، لا ما ينفعش كابتن كده. شكله. ايه عجبك ان هو ضربه يعني؟ لا هو غلطان، انا بتكلم يعني عاجبك الطريقه ضربه نفسها. اكنك بتتفرج على مسرحيه فبضحك عادي. ايه المشكله يعني؟ الطريقه شكلها تضحك يا احمد، فاهم؟ طب تعالى اكننا خليني في الشارع. اعكسها، لو الشيبي اللي عمل كده في حسين كنت هتضحك الضحكه دي؟ انا بتكلم على الطريقه. بنفس لا، الطريقه، لا. ما انا بقول لك اعكسها. لا. كنت هضحك. الطريقه لا وكمان كنت موتت وكمان شيء كان وكنت- زمانه طالع حكم بالاعدام واتعدم. كنت موته. كان ولا موته. لا طلع لا، حكم بالاعدام. لا كان طالع حكم لا، عليه أنت لو ما هو اللي رضيتش- ما عمل رضيتش على كده السؤال ده. طبعا. يعني هو لو الشيبي هو اللي كان عملها لو كان حسين عمل الشحات تحسين هيتوقف كده في عينه. حسين الشحات بلاش اصلا انت عمره ما هيعمل الحركه دي. كابتن هو كابتن دايما أحمد. حسين يا اسمه جيمي. اسمه ايه الشيبي، دايما مش اول جيمي. مره، دايما بيعمل كده مع جمهور لا الاهلي. لا ايمو. يعني شوفوا قمة الاستفزاز. بقول لك الشحات غلط ولكن الطريقة عجبني، الطريقة عجباني، كأني بتفرج على مسرحية. شوفوا قمة الاستفزاز لوين. يعني لما تشوف لاعب زي هيك يعني كان نجم وبتكلم بهذا الطريقة المستفزة، أكيد راح يستفز مش بس المغاربة، حيستفز كل يعني اللي بيتابعوا الكرة المصرية. يعني شو هذا الاستفزاز؟ حسين الشحات غلط، لازم انه يعتذر، يجب على اتحاد الكرة انه تغرمه، وعلى اهل النادي الاهلي تغريمه وايقافه لعدد من المباريات، لانه كثير من اللاعبين المصريين اللي قاموا بمثل هذه الافعال وتم ايقافهم اكثر من 12 مباراة. يعني النادي الاهلي اليوم بيوقف حسين الشحات مباريتين وبغرمه $6000 تقريبا فقط لا غير. وراحوا في غرفة الملابس اسمح لي وصافي وباس على راسه. لا مش هيك، مش هيك. وبعدين يعني هي حادثة بتوقع يعني بتصير في كل مباريات كرة القدم، ولكن الاستفزازات من الإعلام ليش؟ وخاصة من هذا يعني حتى الضيوف اللي كانوا متواجدين مع معتز إنه رفضوا رفضا قاطعا إنه تعجبوا طريقة الصفعة، فكل الاحترام لهم. ولكن أنت كنجم لاعب في احد اكبر الانديه المصريه نادي الزمالك ونادي الاهلي وتتكلم بهذا الكلام المستفز جدا طبعا لمشاعر الكثير من المغاربه والعرب. لما اي شخص ممكن يسمعك تتكلم بهذه الطريقه اكيد راح يعني يشمئز منك. بالمقابل راح نشوف احنا فيديو صفعة محمد الشيبي اللي تلقاها من لاعب الاهلي حسين الشحات. خلينا نشوف. صراحة فيديو مستفز جدا، ويبدو انه محمد الشيبي ظريف بزاف واخلاقه عالية جدا، ما رضيش انه يعني نرد الصفعة بالصفعة. ولكن من وجهة نظر انا كمحمد يعني العين بالعين والسن بالسن، لو صرفقنا نصرفقه لانه هو اللي بدأ، هو اللي تعدى. ولكن هو يبدو انه يعني صاحب اخلاق عاليه وما رضي يعمل اي ردة فعل غريبه. بعرفش يمكن كان بده ياخذ حقه بطرق اخرى غير انه يرد عليه بالصفعه. ولكن هذا بتبين انه كابتن محمد الشيبي اخلاقه عاليه جدا. ولكن التصرف المقزز من هذا اللاعب نادي الاهلي عن جد مقزز جدا. وانا صراحه يعني وانا بتفرج يعني على تعليقات الاعلاميين والناس على الموضوع، عجبني جدا تعليق الاعلامي عمرو اديب اللي عن جد يعني تكلم بكل جرأة
عادي انه النادي الاهلي يخسر، ليش تستفزوا لما تنغلبوا؟ عادي انغلبتوا 3-0 ما فيش مشكلة. اول خسارة في الدوري للنادي الاهلي طبعا، وهذا ما عجبش اللعيبة. فخلينا نشوف شو عمرو اديب قال وبعدين نرجع. امبارح كلام رائع جدا، يعني قديش في تصريحات مستفزة كانت من قبل بعض اللاعبين خاصة من النادي الاهلي، الا انه عمرو اديب يعني شافه غليلي صراحة، يعني لانه النادي الاهلي ما بحبش ابدا انه يخسر، وبطل افريقيا ومش عارف ايش، ابو البطولات ونادي القرن. طبعا هذا الشيء مرفوض رفضا قاطعا وخاصة انه في تعدي امام الملأ. فمش حلو انت يعني تضربني قدام الناس وبعدين تقول لي انا اسف بيني وبينك. كل اللي بتمناه في نهاية الامر انه اتحاد الكورة يعني يعاقب حسين الشحات بايقافه بتغريمه لحتى يكون عبرة لغيره. بعدين انتوا دوري مصري يعني تستقبل محترفين، لازم يكون في احترام للضيف. بيلعب في نادي مصري صحيح، لكنه هو يحمل الجنسية المغربية حتى لو كان تونسي. يجب على كل المصريين أن يحترم هذا اللاعب، ومن أجل أصلا أنه كل من يريد أن يلعب في الدوري المصري أو في مصر أنه يعني يتمتع براحة كاملة. وطبعا أكيد كل الناس مرتاحة في مصر وبتحب تلعب في الأندية المصرية، وبكون له فخر كبير انه يلعب في الأندية المصرية. ولكن مثل هؤلاء طبعا حسين الشحات يسيء للكرة المصرية. طبعا احنا بنعرف نجوم كبار من المصريين اللي عندهم اخلاق عالية جدا، حازم امام لاعب مصر، ابو تريكة، مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي صراحة يعني مسيرتهم حافلة بالامجاد وبالاخلاق النبيلة والعالية جدا. فيجب معاقبة حسين الشحات وبركة من تأجيج الأمور، يعني محاولة إنه أنتوا تفوعوا جماهير الأهلي إنه لا، إذا بدكم تعاقبوا حسين الشحات لازم تعاقبوا كل الناس اللي غلطوا في حق اللاعبين الآخرين. خلص غلط لازم يعاقب. السلام عليكم.